الصبح ورمضان وصايم. اريد اوضح الموضوع يعني هو موضوع مو اثار جدل بس، ما حاكى عليه، ما ادري يعني ليش ما حكوا عليه، ما ادري. اللي هو يعني راح اضرب لكم مثال، هذا المثال راح يدخل بصلب الموضوع، اللي هو شنو مثلا؟ ناخذ مثال بنيتين، هاي بنيتي، هاي بنيه وهاي بنيه. هاي البنيه طبيعه علاقتها تنشر صورها، تنشر صورها يعني وتتفاعل وتدور تعليقات ولايكات. هاي البنيه حسابها خاص ب 50 متابع، ما تحب تنشر صورها بس تتابع بيجات ومسلسلات. هاي البنية تنشر صورها، نشرت كم صورة وطبولها يعني فيش تقريبا في 10 شباب و15 حلوة تخبلين ممكن نرتبط، بس جاوب رد ابوس ايدك ابوس رجلك. هاي راحت لهاي قالت لها تشوف اليوم دول شلون طبولي وقالوا لي، والنثيرة حبات حياتي. بس هاي من شافت هاي قالت لها هيك، رجعت البيت وفكرت في الموضوع، قالت هسه بيش احسن من الجقمه معطوب، ناشرت لي كم صوره طبوله هذول الشباب اللي يخبلون وتخبلين وتموتين ونرتبط، كان ابغى اطق لي كم صوره وانشر. طبعا هذا الشيء لا راح يصير غصب عليه لان هي ما تحب هذا الشيء، بس مجرد الغيره غارت منها، طقت كم صوره نشرتهن وجابت لايكات ومتابعات وارتبطت بواحد ضحك عليها ودزت له صورها وبالاخير شاف احلى من يمها ودفرها وعافها. هنا راح نجيب الموضوع، هنا راح تمشي وحيده فريده وتظل تنشر بس حزين ويطبوا لها هذول يعني البقيه كانوا يزحفوا لها ويقول لها ها ايش بيك مكسور دي ما تحب السوالف. هنا راح نحكي بالموضوع، ليش يعني ليش تصرفتي تصرف يعني كنت بغنى عنه؟ ليش دخلتي بشغلات يعني ما كنت اصلا تتصورين على تفكرين تدخلين بها؟ يعني فنصيحه لا تحاولين تدخلين بشيء انت مو قدي. فانا ما احب اتدخل، انا من ما اتدخل يعني ما عليه انه هاي تنشر صوره هاي ما تنشر صوره، بتجاهش عن طبيعه علاقاتهم يعني مثلا. فانت اذا كنتي هاي حياتك وحابه هاي حياتك لا تحاولين تعيشين حياه والله على ابو بس اريد يعني اعجب الناس واوصل عندي متابعين، او على ابو اساوي وياها، او على ابو ما تشوفني اقل منها لان هي عندها ناس وشباب ومتابعين. عيشي حياتك الطبيعيه، الصرف على طبيعتك يعني. اذا انت كنت تحبين هذا الشيء سوي، اذا كنت ما تحبين سوي، لا تنجبرين على عيشه تبغين عنه. مجرد ان تعجبين صديقاتك وان تروحين ولازم التليفون شوفوا من طبلوا وشوفوا من قلي وسكريناتك مشتغله. ان هاي ملفات صدقيني ما راح تاثر عليك بالكبر، هاي كلها ملفات يعني تعتبر من انت صغيره الى راح تكبر. خاف انت مراهقه وعقلك ما كامل، يعني عمرك العقلي بعد ما كامل اقصد، وما تفكرين بهاي الشغلات، بالعكس باش وراك كليه او وراك خطوبه وراك زواج وراك كبر وراك يعني ناس. لا تكبرين وانت عندك ملفات هي سابقه تعبانه. ماكو انسان ما عنده ماضي، بس يعني للانظر قاعدين نظيفه تكبرين نظيفه احسن ما تكبرين ضاحك عليك واحد حيلك ما يسواله فلس شاب دايح قال لك احب صدقت بيه والله على ابو شاف صورتك حلوه وهاي السوالف. فدائما يعني قدس روحك وخلي عزين نفسك، اتمنى تفكرون بهذا الشيء. يعني اغلبيه البنات الشغلات الجاي يسوونهن وضاربه ابوها بعرض الحائط، ولا كان ابوها طالع من 6 الصبح على مود يحط لقمه بحليق هلق، ولا كان امها تتعب على مود تربيها وعلى مود تخلي سمعتها بين قرايبها وبين المنطقه يعني سمعه حلوه وتجي قسمه زينه. شنو انت ما تفكرين بهالشين يعني مثلا؟ يعني ما تفكرين بابوك، ما تفكرين بامك؟ هذا ابوك الدين ما باقى براسي، جسمه هدوم ما يشتري. والله انا اتذكر من انا صغير لحد ما كبر يجي العيد ابوي يذبحنا علينا ما يشتري روحه شيء، يعني يعرف يظل على نفس القميص بحيث انه يلبسنا ويوكلنا. زين هذا ما اجاز يعني. فانت يعني ابوك من يشد ويتعب امك وخايفين عليك ويوكلوك ويحطون بحلقك وملابسك وتجي تخربيها والله ويا واحد يعني فكرا بهاليك. يعني ابوك من تعب عليك وتخاف على سمعتك، مو تجي تعطي الحمود ضاغطهم، الحمود الايطالي اشمر عليك بكلمتين احبك واموت عليك ورحت بالرجلين. لا طبعا الله والله هاي فكره ببالي، البنيه اللي تخلي اهلها قدام عينها وتخلي ابوها وامها قدام عينها مرايه، والله ما راح توقع بغلط، ما راح توقع باي غلط، ولا راح تخطو خطوه ويا دول الشباب الهيلقيات طايح حظهم. فيعني لا تعتبري تجاوز مني، بس يعني انا لو ما ضايج من هذا الشيء جاي اشوفه ما احكي بهذا الموضوع ولا اتطرق له. وشكرا واعذرونا الدبان اليوم ضوجنا.